في ناس بتشتغل عشان تعيش، وفي ناس وجودهم بس هو اللي بيخلي الحياة تمشي. عم رضا كان من النوع التاني. في مستشفى حكومي قديم، حيطانها متشققة والدهان متاكل. كان في دايما ريحة مطهر ممزوجة بريحة القهوة، واللي يشتغل هناك يعرف إن في راجل بيبدأ شغله قبل الكل. بيجي من بدري قوي، لابس بدلة خضرة باهتة وماسك عصاية المقشة كأنها عصاية قائد أوركسترا بيظبط بيها الإيقاع. اسمه عم رضا، عامل النظافة. بس الحقيقة هو ما كانش بينظف بس، هو كان بيظبط الزمن. كل يوم في نفس المواعيد يلف على كل دور في المستشفى، يقف قدام كل ساعة على الحيطة ويظبطها على الدقيقة بالظبط. الناس كانت بتضحك، انت بتعمل كده ليه يا عم رضا؟ الساعات دي مفيش حد بيبص فيها أصلا. كان بيبتسم ابتسامة خفيفة ويقول: لو الزمن وقف المرض بيطول أكتر. الكلمة دي كانت بتسبب أثر غريب، كأنها خرافة، بس في حاجة تخليك تسكت، كأن جواها معنى مش مفهوم. في يوم الساعة اللي فوق باب غرفة العمليات وقفت. التوقيت كان 3:42 الفجر. في نفس الدقيقة الحالة اللي جوه دخلت في غيبوبة. الممرضة اللي شافت عم رضا وهو بيجري يظبط الساعة افتكرت كلامه. سألته بعد العملية: هو انت كنت عارف ان الحالة هتسوء؟ قال: انا معرفش الغيب، بس بعرف إن لما الزمن يقف يبقى في حاجة غلط بتحصل. بعد كده كل ما ساعة تبطل تمشي بينادوه، بقوا يسيبوله المفاتيح والسلالم والمفكات. الناس اتعودت إن الساعة تمشي على توقيت عم رضا، لكن محدش كان يعرف الحقيقة إن من 5 سنين الساعة دي اللي كانت فوق باب غرفة العمليات وقفت لأول مرة، في نفس اللحظة اللي بنت عم رضا ماتت فيها. كانت شغالة هناك، ممرضة صغيرة عندها 23 سنة. كهربا قطعت، المولد اتأخر، والساعة وقفت عند 3:42. والليلة دي كانت آخر مرة يشوفها فيها. من بعدها بقى بيجي كل يوم يلف على الساعات كلها، كأنه بيحاول يمنع الزمن إنه يكرر نفسه. ولما تسأله يقولك: أنا ما بعرفش أرجع الزمن، بس بحاول مخليهوش يقف. أوقات كنت تشوفه واقف بيبص للساعة ومبتسم، كأنه بيكلمها، كأنه بيطمنها إن الدنيا لسه ماشية. في ليلة من الليالي الدنيا كانت بتمطر، المستشفى شبه فاضية إلا من أصوات الأجهزة، وهو كان بيظبط الساعة في الدور الأرضي. سمع عياط من غرفة الانتظار، كانت نفس الممرضة اللي سألته زمان، قاعدة على كرسي بلاستيك، وشها متغطي بإيديها ودموعها بتنزل بهدوء. ابنها كان في العناية المركزة، والأطباء قالوا حالته حرجة جدا. قرب منها بهدوء وقال: إيه يا بنتي، الدنيا وقفت ولا لسه ماشية؟ رفعت راسها بصوت مبحوح: أنا حاسة إن الزمن نفسه اتجمد، كل ثانية بتمر كأنها سنة. قعد جنبها وقال الجملة اللي هتفضل عايشة في دماغها لآخر عمرها: طالما قلبك لسه بيدق يبقى الزمن لسه شغال. الزمن ما بيتقاسش بالعقارب، بيتقاس بالأمل. وبعد أيام الولد بدأ يتحسن. أول مرة تضحك، راحت تبص على الساعة اللي فوق سريره كانت بتتحرك بثبات. ساعتها ابتسمت، لأنها فهمت المعنى اللي كانت بتدور عليه طول الوقت. عم رضا ما كانش بيصلح ساعات، كان بيصلح الزمن اللي بيتكسر جوه الناس. كل ظبط دقيقة كانت محاولة يرجع بيها النبض للحياة. يمكن الزمن مش بيرجع، بس الأمل هو الشيء الوحيد اللي ممكن يخليه يتحرك من تاني. يمكن كلنا جوانا ساعة معينة وقفت يوم ما اتكسرنا، بس طول ما في لحظة بنقرر نقوم فيها، وطول ما في نفس بنقول فيه لسه ممكن، يبقى الزمن لسه بيمشي. واللي يقدر يخلي الزمن يمشي حتى بدقيقة واحدة زيادة ده مش مجرد عامل نظافة، ده واحد بيرجع الزمن. الأمل مش إننا نرجع اللي راح، الأمل إننا نحافظ على الزمن جوه قلوبنا ما يقفش، لأن كل مرة نحاول نقوم بنرجع عقارب حياتنا لقدام شوية. الناس كانت بتسميه سارق الأصوات. راجل في الخمسينات بيقعد كل يوم في محطة القطر ومعاه جهاز تسجيل قديم، بيسيب الميكروفون مفتوح ويسجل اللي حواليه: ضحك الناس، شتايم الركاب، صوت بيع الفول، دعاء ست كبيرة، حتى عياط الطفل. ما كانش بيتكلم، بس كان دايما بيسجل. محدش يعرف اسمه ولا هو بيعمل كده ليه، بس كل اللي يعرفوه إن في يوم حصل شيء غريب جدا بسبب تسجيلاته. أول مرة شافوه كانت في شتا جامد شوية. كان لابس بالطو رمادي، ماسك جهاز تسجيل قديم جدا بشريط. جه طفل صغير سأل أبوه: هو بيعمل إيه؟ الأب رد: ده مجنون، ده بيسجل شوية دوشة.
لكن بعد فترة الناس بدأت تلاحظ إن في كل مرة يقعد فيها المكان بيبقى أهدى، كأن الدوشة بتختفي وبتتحول لصوت حياة. واحد من البياعين سمع تسجيل من تسجيلاته واتصدم، سمع صوته هو نفسه لكن كان بيعيط وبيكلم نفسه. كان ناسي اللحظة دي تماما. راح للراجل وقال له: أنت سرقت صوتي ليه؟ الراجل قال بهدوء: أنا ما بسرقش الأصوات، أنا برجعها لأصحابها. البايع مشي وهو مش فاهم، لكن في الأيام اللي بعدها بطل يزعق في الناس وبقى صوته أهدى، كأنه سمع نفسه لأول مرة. الناس بدأت تيجي مخصوص لمحطة القطر عشان يسمعوا تسجيلاتهم القديمة. كل واحد كان بيسمع حاجة مختلفة. واحدة سمعت ضحكتها اللي نسيتها من سنين، واحد سمع صوته وهو بيغني لوحده وسط الزحمة، وراجل كبير سمع مراته وهي بتكلمه قبل ما تموت. الكل كان بيخرج من عنده متغير، كأن صوته القديم رجع له روحه. في مرة واحدة ست كبيرة راحت له وقالت: أنا مش عايزة أسمع صوتي، أنا عايزة أسمع صوت ابني اللي راح. سكت شوية وقال لها: أنا ما بسجلش للموتى، بس ممكن أدورلك على الحياة اللي لسه جواكي. شغل شريط طلع فيه صوتها هي، بس وهي بتضحك مع ابنها في يوم العيد. فضلت تعيط وبعدين قالت: كنت فاكرة إن النسيان نعمة، بس يمكن هو كمان شكل من أشكال الموت. بعد شهور اختفى الراجل، محدش شافه تاني. بس بعد اختفائه انتشر أونلاين لينك بعنوان أصوات المدينة الجزء الأخير. لما الناس فتحوه ما كانش فيه ولا كلمة، بس كان فيه ناس بتتنفس، خبطات خطوات، ضحكة هنا، تنهيدة هنا. ولما الناس سمعوه بدأوا يعيطوا، مش عشان الحزن، لكن لأنهم اكتشفوا إن صوت الحياة نفسه هو المعجزة اللي ناسيينها. يمكن سارق الأصوات ما كانش مجنون، يمكن هو الوحيد اللي كان سامعنا واحنا مش عارفين نتكلم، لأننا كل يوم بنفقد جزء من صوتنا لما بنسكت عن اللي وجعنا، أو لما بنظاهر إن احنا تمام. ويمكن كل اللي محتاجينه في النهاية إن حد يسمعنا زي ما احنا، بدون تصحيح، بدون حكم، لأن في اللحظة دي بالذات بيرجع صوتنا وبنرجع احنا. الفكرة مش إنك تسمع حاجة جديدة، الفكرة إنك تفتكر صوتك القديم قبل ما الحياة تغيرك، لأن اللي بيقدر يسمع نفسه بيقدر يبدأ من جديد.